أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض بسكوت مميز جدا وطعمه لذيذ فوق ما تتخيلوا. هنعمل البسكوت المخطط أو ماربل بسكويت أو ماربل بسكت، سموه زي ما تحبوا. بسكوت هش جدا وخفيف وشكله جميل جدا زي ما انتوا شايفين. والأجمل بقى إن احنا هنحضره ببيضة واحدة بس وبمكونات بسيطة، مش كتير خالص، إن شاء الله تكون متوفرة عندكم في البيت. الشغل كله اللي انتوا شايفينه ده في رص العجينة وتقطيعها، وده مش صعب خالص، هنشوفه بالتفصيل دلوقتي. يعني هو مفهوش أي حاجة صعبة خالص، ويعتبر مقاديره اقتصادية نوعا ما، لأن هو مكوناته مش كتير. الشغل كله زي ما قلت لكم في رص العجينة. وحبينا نجدد ونعمل بسكوت بالشوكولاتة وبسكوت فانيليا الاتنين مع بعض. أولا شكل جديد مختلف، تاني حاجة عشان اللي بيحب بسكوت بالشوكولاتة يلاقي، واللي يحب بسكوت الفانيليا يلاقي. حاجة كده روعة بجد. شايفين من جوه عامل ازاي؟ والقرمشة بتاعته حاجة روعة بجد. شايفين؟ تحفة تحفة. يعني لو عندك ضيوف وعايزة تقدمي حاجة سهلة ممكن تعمليه، لو في البيت عندك للفطار للعشاء جنب كوباية شاي حلوة كده، حاجة روعة. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. عندنا هنا 300 جرام من الدقيق زائد معلقة ونص، هناخدهم من الكمية دي. وعندنا هنا 100 جرام من الزيت و150 جرام من السكر الناعم و100 جرام من النشا وبيضة واحدة بس و120 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. تمام. ومعلقة ونص من الكاكاو الخام وفانيليا. بس كده، مش محتاجين حاجة تاني أكتر من كده. مكوناته بسيطة زي ما قلت لكم. في البولة بقى بتاعة العجن هننزل بالزبدة الأول. تمام. وبعدين هنحط الزيت، وبعدين هنحط البيضة، وبعدين الفانيليا. طالما في بيض يبقى لازم نحط فانيليا على طول. وهنقلب المكونات دي مع بعضها كويس قوي. تمام. وبعدين هننزل بالسكر الناعم، ممكن سكر حبيباته ناعمة قوي أو سكر بودرة. وبعدين هننزل بكمية النشا، وهنقلب كل المكونات دي مع بعضها حلوة قوي برضو. تمام. لحد ما السكر والنشا يختفوا تماما ويوصل قوامه للشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين تقل ازاي؟ هو ده قوام المطلوب. وبعدين هننزل بكمية الدقيق اللي عندنا، اللي احنا هناخد منها معلقة كبيرة ونص ونخليهم على جنب. هقولك هنعمل بيهم ايه دلوقتي. هنبتدي بقى نعجن كل ده لحد ما الدقيق يختفي تماما، ونوصل للعجينة ان هي تبقى طرية زي ما انتوا شايفين كده. شايفين طرية قوي ازاي؟ احنا عايزين نوصل للقوام ده. بعدين هنقسمها نصين عشان نعمل نص بالكاكاو والنص التاني هنخليه فانيليا زي ما هو. اول نص هنحط عليه معلقة ونص من الكاكاو الخام، ونبتدي ما نعجنش. احنا في كل نوع بسكوت، اي نوع من انواع البسكوت مش بنعجن، احنا بنحاول ندخل المواد الجافة في المواد السائلة زي ما انتوا شايفين كده، مش بالعجن خالص، لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. ليه مش بنعجن؟ عشان البسكوت ما يعضمش مننا، يبقى هش كده نيجي نقطمه ما يبقاش زي العظمة كده، لا يبقى خفيف كده مقرمش. تمام. وده النص التاني من العجينة اللي هو المفروض بالفانيليا، نزلنا عليه بالمعلقة الكبيرة ونص من الدقيق اللي احنا اخدناه من الكمية الأولانية، وعجنا شوية كده لحد ما اختفت زي ما انتوا شايفين بالطريقة اللي انا كنت بعجن بيها دي، لحد ما اختفت ووصلت للقوام اللي انتوا شفتوه. وبعدين بقى على الرخامة، لو عندنا مفرش سيليكون زي ده يبقى تمام، ما عندناش يبقى هنحط كيسة تحت العجينة. هقول لكم برضو ليه دلوقتي. وهنبتدي نحط كيس تاني فوق العجينة ونفرده كده بالمردنة بتاعتنا لحد ما يوصل لشكل دايرة كده، عشان لما نيجي نقطع يدينا الشكل اللي انتوا هتشوفوه كده. ما نهدرش ياما من العجينة ونفضل نلمها ونعجنها تاني، ونخليها بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. ودي بقى قطعة بسكوت بلاستيك بتلاقيها عند اي حد بيبيع مستلزمات حلواني. لو مش متوفرة يبقى ممكن بالكوباية. لو ما عندكيش حاجة ممكن تنفع، ممكن تقطعي العجينة حتت صغيرة وتعمليها دايرة كده وتبططيها في ايدك بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده. المهم نبقى عندنا الشكل المدور ده. تمام. بالسمك ده. هنا هنبتدي نشيلها كده زي ما انتوا شايفين. ليه قلنا مفرش سيليكون او اي حاجة مشمع تحتيه؟ عشان نرفع بالمشمع كده ونقدر ناخدها بسهولة. تمام. هنا بواقي العجينة اللي فضلت بعد ما قطعنا اول دواير هناخدها ونعملها تاني ونطلع منها برضو بقية الدواير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. وهنا زي ما عملنا في عجينة الفانيليا هنعمل برضو في العجينة بتاعت الشوكولاتة اللي هي بالكاكاو.
هنفردها برضه ونحط عليها كيس ونعملها بنفس السمك بتاع الفانيليا زي ما أنتم شايفين كده، ونبتدي نقطّعها زي ما اتفقنا باللي هي القطّاعة البلاستيك دي أو بأي كوباية مدوّرة عندنا، تمام، وبرضه بنفس الطريقة كده هنشيلها على جنب لحد ما نخلّص الكمية كلّها، وبنفس السمك ده، تمام. وأدينا خلّصنا الكمية كلّها، عملناها كلّها بشكل الدواير ده، هنبتدي نحط واحدة من الشوكولاتة وواحدة من الفانيليا زي ما أنتم شايفين كده أو العكس، المهم إن هتبقى واحدة لونها بني وواحدة هيبقى لونها فاتح، زي ما أنتم شايفين الرصة كده بالضبط، وإحنا قُلنا ليه حاجة نقطّع بيها عشان تبقى الدواير كلّها قد بعضها. هنبتدي بقى نعمل الكمية كلّها وبعدين هنقلبها على جنبها، طبعًا كل ده هيبقى تحت البسكوت بتاعنا يا كيس بلاستيك يا المفرش السيليكون ده، والمفرش السيليكون ده برضه بيتباع عند أي حد بتاع مستلزمات حلواني يعني، تمام، هنبتدي نقفّله كده على قد ما نقدر يعني في الكيسة بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، تمام، ونحاول إن إحنا نخلّيه بشكل دواير على قد ما نقدر كده، وبعدين هنحطه في التلاجة لمدة ساعة، وده هنا بعد ما حطيناه في التلاجة لمدة ساعة وطلّعته، تمام. هابتدي بقى أقطّع فيه بالورب، مش هاقطّعه بقى بالعِدِل كده، لأ هاقطّعه بالورب زي ما أنتم شايفين كده، السكينة بتقطّع وإيدي التانية ماسكة البسكوتة، تمام، بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، والحتت اللي بتُقع دي الحتت الصغنّنة اللي بتُقع دي هي دي اللي هنعمل بيها البسكوتة المدوّرة اللي أنتم شُفتوها في أول الفيديو، اللي هي سايحة الألوان سايحة على بعضها. في ناس بتسمي البسكوت ده البسكوت المخطط، وفي ناس بتسميه الmarble بسكوت، زي ما أنتم عايزين سموه يعني، المهم النتيجة روعة والشكل جميل جدًا، 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 لو عندِك زي ما قُلت لِك ضيوف وحابة تعملي حاجة سهلة وسريعة هتحطي في الفرن وتطلّعي بعد 10 دقايق، يعني كمان سواه مش بياخد وقت خالص. هنا بقى أنا هابتدي أنقله في الصينية، لو عندِك صينية غير قابلة للصق مش هتدهنيها، عندِك حاجة تانية هتدهنيها دهنة بسيطة جدًا، جدًا، جدًا من الزيت أو السمنة، وبعدين 10 دقايق بالضبط هتشغّلي الفرن من فوق ومن تحت، 10 دقايق بالضبط وهتطفي عليه. لو الفرن عندِك بياخد وقت يبقى ممكن 12 دقيقة بالكتير، هو أول ما بياخد لون دهبي كده من تحت تطفي عليه على طول، لإن هو مش بياخد وقت. وبيطلع بقى بالجمال اللي أنتم شايفينه ده، بجد تحفة، طعمه روعة، لذيذ جدًا، وتغيير عن البسكوت العادي، وزي ما قُلت لكم يعتبر والله يا جماعة اقتصادي على الكمية اللي بيطلّعها يبقى يعتبر اقتصادي، لإن مكوناته مش كتير، يعني حابين تشيلوا الزبدة خالص وتشتغلوا كل الكمية بالزيت برضه ما فيش مشكلة، بس أنتم عارفين إن الزبدة بتدّي طعم حلو، بتدّي touch حلو كده. إن شاء الله تجربوه ويعجبكم وتقولوا لي رأيكم، ومن فضلكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ومع ألف سلامة.